ايه الطواجن العظمة دي؟ حاجة عظمة كده وما يتقلهاش لأ. أحلى طواجن ممكن تاكليها. ولا شوربة فظيعة ومتكلفة. شوربة الكوارع ولا الطاجن المحشي. حاجة كده روعة. والرزاية طالعة كده مفلفلة. وطاجن الكوارع مع الكرنب. احنا متعودين نعمل ورق العنب مع الكوارع، لا احنا غيرنا النهاردة. حاجة كده والله طعمه رهيب. مع الكرنب والكوارع والخلطة الفظيعة اللي انا عملتها. حاجة كده جميلة. ويلا هنبتدي. معايا الكارع، هو ده كارع الامامي. بقول لكم لما تيجي تشتروا الامامي عشان وتقولوا حاجة صغيرة كده عشان يستوي بسرعة. انا هنا كنت غسلاه برضو على الحوض وشايلة اي حاجة فيه. وحطيته بقى هنا. هحط بس 3 معالق دقيق و3 معالق مثلا ملح او معلقتين ملح. وعصرتين كده ليمونتين. وهنغسلهم غسلة حلوة جدا وهم كده ناشفين. نفضل ندعك كده الليمون مع الملح مع الدقيق بيخليش ريحة زفارة خالص. خالص ادعكي كده الواحدة بوحدتها كده دعكة حلوة. وبعدين نروح على الحوض بقى. نسيب الحنفية عليهم ونغسلهم غسلة حلوة جدا جدا. مش هتشمي اي ريحة زفارة فيها خالص، ولا حاجة كده جميلة. خلاص كده غسلناهم وبقى حلوين. يلا على البوتاجاز. هنا هحط حلة كده ومعاها معلقتين سمنة بلدي وعودين كرفس وورق غار وحبهان وجزراية وطماطماية. وهنديهم كده تشويحتين وهنحط ايه المستكة، حبة مستكة بيدوها طعم حلو جدا، وفلفل اسود. الكرفس مع المستكة بصوا كان دمار قالب ريحة الشقة. بسم الله ما شاء الله. وهنحط بقى الكارع بتاعنا وهنديله تشويحتين كده وبعدين نحط له ميه سخنه. كل ما يعوز نحط له ميه سخنه هيطلع لك زبده. مش هياخد وقت طول ما انت واثقه في الجزار بتاعك وجايبه حاجه صغيره وحلوه. مش هياخد لك وقت خالص في السوا. وهنحط هنا ميه سخنه وهنحط معلقه سكر. معلقه السكر دي بتساعد على التسويه بسرعة. يعني احنا متعودين عليها من واحنا صغيرين. كانت امي تحط السكر في اللحمة في اي حاجة لو عايزة تسوي الحاجة بسرعة. هنا بقى هعمل كده خليط كده خلطة كده سريعة بتاعت المحشي. هحطها على المحشي. حبة زيت وحب فصين كده مستكة. وهحط كذا واحدة طماطمية كده مخرطاها صغيرة. الخلطة دي بتدي طعم للمحشي روعة جدا. وجربيها غير التسبيكة. هحط معلقة سكر. واروح عاملة بقى فيها كده كل ما تتسبك حلو كل ما تديكي طعم احلى. دي غير التسبيكة اللي احنا بنعملها، دي حاجة اضافية على المحشي. بصوا المنظر جميل جدا. جربي الخطوة دي كل ما تعملي محشي هتاكلي احلى محشي. انا غاسله الرز بتاعي هنا وهحطه في الصينيه. ونبتدي بقى نحط المكونات كلها عشان نحشي المحشي بتاعنا. هنا بصل كنت شايلاه في الفريزر. طلعته بسم الله ما شاء الله بينفعني جدا جدا. وهنا المكونات بقى التوابل ملح وفلفل اسود وبابريكا مدخنه وكزبره وكمون. ملح فلفل اسود بابريكا مدخنه حبه شطه كزبره وكمون. ما بحطش اكتر من كده. ولو عايزه تحطي 7 بهارات حطي، انا ما حطيتش. يعني انا بحط بس انا ما حطيتش المره دي يعني. ومعايا البقدونس والشبت والكزبره. 3 ربط من دي ومن دي ربطه. وهنحط بقى الخلطه اللي احنا عاملينها دي حكايه. غير الصلصه بقى. الصلصه انا شايلاها في الفريزر برضو وكنت عاملاها معاكم في القناه. بالبصل والبقدونس وعاملاها وبطلع الكيس استعمله على طول. بينفع جدا. هنحط في الاخر كده بس حبه زيت كده. وهنقلبهم تقليبه حلوه. وخلاص وهنحشي بقى. هنجيب الكرنب بتاعنا برضو كنت شايلاه في الفريزر ومطلعه. حتى بوريكم لسه يعني ايه ساقع جدا كمان. وبقاله كتير عندي وطلع الورقه بورقتها بسم الله ما شاء الله. هحشي في الطاجن هنا بقى احط ورقتين كده خضر. الورق الاخضر بيبقى كتير فحطي كده في الطاجن من تحت.
او في الحلة، وبيبقى ما بيلزقش وبيبقى حلو قوي يعني. هاخد كده الورقة، اي ورقة انا بحشيها، لو ورقة مجلدة، لو ورقة اقصد فيها اللي هي العروق، لو ورقة صغيرة، لو ورقة اي حاجة انا بحشيها، لو ورقة فتفوتة بحشيها يعني، وبتطلع الصابع حلو جدا. هنا بوريكم ورقة صغيرة قوي وبحشيها، بسم الله ما شاء الله. مش هياخد اي وقت، هحشي كله وهرصه في الطاجن وهنرجع تاني. هنا برضه هعمل الطشه بتاعت الكوارع. الكوارع كانت عندي استوت وبقت زبده. معلقه سمنه بلدي كده، واحط الثوم، راس ثوم صغيره، واروح حاطه بقى دي الطشه بتاعت الكوارع، واحط كزبره بتدي طعم وريحه حكايه زي ما بتاكليها في احسن المطاعم. واحط حبه خل، زي ما اكون كده ربع كوبايه خل كده حطيها، وخلاص كده وهنطش الطش. الكوارع هنا بوريها لكم استوت وبقت زبده، بتديها طعم حكايه الخطوه دي. هحط بقى الملح بتاعي وخلاص كده، هطفي عليها واطلعها واغليها. واخده الشوربه عامله بس حاطه فيها بس معلقتين صلصه، مش صلصه انا عاملاها برضو مسبكاها في الفريزر، معلقتين بس على الشوربه، وهزقي بيها المحشي. طماطم مسبكاها في الفريزر، خدت منها معلقتين وحطيتها على الشوربه، وهزقي بيها الكرنب، الطواجن بتاعتي الفلفل والكرنب. هحط طبق بس هنا كده، واقفلها بقى بالورق الفويل، واروح مدخله لها الفرن. مشغله الفرن على 200 ومسخناه وسايباه. اول ما احط كده الطواجن ابص الاقي بقى على طول بتشق يعني، لما يكون الفرن عندك سخن على طول تلاقي الطواجن بتستوي. بسم الله ما شاء الله. نفس طاجن الفلفل برضو، وهقفله واروح حطاه في الفرن. هنا بقى الكوارع بوريها لكم والزبده، بسم الله ما شاء الله. وهخليها بقى عشان اللي يجي يشرب الشوربه او اللي ياكل كده من الطاجن ياكل حاجه سهله، ما يقعدش بقى يمسك العظم ويقعد. بصوا بقى هنا بتنزل البهاريز بتاعتها، احلى بهاريز. وخرطي بقى خرط صغيره كده عشان لما تيجي تشربي الشوربه او تاكلي في الطاجن تبقى حاجه سهله عليكي او اللي عليا اللي بياكل. بسم الله ما شاء الله، الطعم حكايه. صوريكم ان هي استوت بقت عامله ازاي. هحط هنا في البوله بقى واعملهم كلهم. خلاص هنا الطواجن بتاعتي استوت وطلعت بسم الله ما شاء الله، حاجه كده، والريحه والطعم والرز مفلفل. وبصوا من الاخر عظمه، اهو ده اللي يتقال له عظمه على عظمه يا ست. يعني حاجه كده جميله جدا. بوريكوا الصابع متماسك والطعم، وبصوا حكايه. هنحط هنا بقى خليط. هنا الخلطة دي انا برضو زي الدقة بتاعت اللي انا حطاها بتاع بالثوم ومعلقة سمنة، وبرضو صلصة انا كنت شايلاها في الفريزر حطيتها، يعني صلصة على معلقة سمنة على الثوم، والطشة كده بتطشيها، وحبة خل بسيطة وبتحطيها. بس نفس الدقة اللي انا حطيتها بس عليها طماطم، نفس الدقة بتاعتها بس عليها طماطم. وهنحط فيها اللي احنا مقطعينه بقى الكوارع كده، وهنحط بقى فوق ايه في وش الطاجن، فوق الوش كده حاجة كده خرافة. طعم حكاية مع التسبيكة مع الدقة اللي بالطماطم. بصوا روعة، جربوها بالمنظر ده وبالطريقة دي، حاجة كده حلوة قوي قوي. هنا الشوربة برضو طبق شوربة كده، هحط بقى اللي انا مقطعاه الكوارع من غير بقى طماطم من غير حاجة، اللي عايز يشرب بيها، ومعاه الليمون، وحطي بقى كده وبس. احلى اكله. واشربوا بقى، اشربوا شوربه بقى حلوه قوي للعظم، يعني الشوربه بتاعت الكوارع دي معروفه طبعا، وكولاجين حاجه كده فظيع.
بسم الله ما شاء الله. اللي جسمه بيوجعه، اللي ركبه بتوجعه، اللي عظمه بيوجعه، يشرب كده كوبايتين تلاتة كده من الشوربة وياكل حتة حكاية. اللهم بارك. الطريقة تحفة والطعم والله جميل جدا. وبصوا الرز ولا الخلطة عاملة ازاي، والحمار بتاع الرز والخلطة. وبصوا مفيش بعد كده. وما تنسونيش بقى في اللايك الكتير، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ودوسوا لايك كتير عشان اللايك بيفرق بيفرق. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.